مسا عليك يا صديقي الميلانيستا، واهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من حلقات هبد الميلان. بص، انا عايزك تركز معايا في حلقه النهارده. ليه؟ لان حلقتنا النهارده متقسمه لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني فيه مجموعه اخبار متفرقه كده ولكنها مهمه جدا، بس عايزك تركز في الجزء الاولاني ده لانه كوميدي شويه. وبعد كده هنبتدي ندخل على القسم الثاني في حلقه النهارده، والمتعلق بمستقبل ستيفانو بيولي مع الميلان، والجزء ده كوميدي شويه. لكن في الجزء الثالث ده محتاج فيه كامل تركيزك، ولازم تركز معاه كويس قوي، لاننا هنتكلم عن التحضيرات المتعلقه بمباراه الميلان وروما في الدوري الاوروبي، والجزء ده تحديدا كوميدي شويه. فعشان كده بقول لك انا عايزك تركز معايا في حلقه النهارده، عشان حلقه النهارده فيها اخبار كتير قوي. ولكن قبل ما نبتدي حلقتنا بتمنى من كل قلب ان انت تدعمني دعم كبير جدا في حلقه النهارده باللايك والكومنت والشير والسبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. وعندي ليك فكره حلوه، ما تفكر كده انك توصلنا ل1000 لايك، يعني ندوس لايكات كتير ونهتم بموضوع اللايكات ده. يمكن اشوف ال1000 لايك دي قبل ما اموت، فاتمنى ان انت تدعمني بلايكات كتير. ويلا بينا نبدا حلقتنا. اول خبر معانا وهو خبر متعلق بالمدافع بونجورنو. احنا مش هنتكلم كتير عن الميركاتو، انما في الحقيقه الخبر ده مهم جدا. الميلان شايف ان بونجورنو هو هدف رئيسي للتعاقد معاه، واللاعب شايف ان هو نفسه يروح الميلان. طب ليه؟ قال لك لان بونجورنو نفسه يلعب في دوري الابطال، فشايف ان هو لو راح الميلان هيتحقق له هدفه ده، وهيقدر ان هو يشارك في دوري الابطال. تعال الحمو يا ولد. فنتمنى من كل قلوبنا ان الصفقه دي تتم والانتر ما يخشش على الخط. تاني موضوع له علاقه بالاخبار المتفرقه بتاعتنا، وهي التصريحات اللي قالها شارل ديكتلاري. ديكتلاري قال ايه؟ ديكتلاري قال ان انا مرتاح جدا في اتلانتا واتعلمت كتير من الموسم السلبي اللي لعبته مع الميلان. لو كان القرار لي وحدي لبقيت مع اتلانتا. هنا كذلك استطيع التطور. ميلان فريق عظيم، ولكن حاليا احتاج ان العب، ولا اود ان ينتهي بي الامر على الدكه مجددا. انا بصراحة للامانة مش مستغرب من تصريحات ديكتلاري، انا مستغرب من الناس اللي زعلت من تصريحات ديكتلاري. بصراحة يا جماعة الراجل بيتكلم صح، هو عنده حق. هو الراجل ما قللش من الميلان في حاجة، ولكن واضح جدا ان هي مشكلته مع بيولي. ممكن لو بيولي مشي وديكتلاري رجع ممكن يبقى فيه كلام تاني. وانت كده كده شايف العبث اللي بيحصل مع الميلان يعني خلال الموسم وفي مباريات كتير. ويمكن لاكازيت ركزت على مباراة ساسولو اللي قالت فيه او لمحت فيه، لان مشكلة مباراة ساسولو ما كانتش مشكلة فنية على قد ما كانت مشكلة فردية، لان هم تقريبا بيدافعوا عن بيولي في الحتة دي. بيقول لك ان بيولي اضطر ان هو يلعب بتيو والياو لحد نهاية المباراة رغم انه ما كانش مخطط لده، وبدأوا يتكلموا على انه اللعيبة اللي نزلت كبودلة ما قدرتش تقدم الاضافة المطلوبة. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. طب يا سيدي شكرا. بيولي بقى نفسه قال ايه عن مباراة ساسولو؟ قال لك لقد جربنا طرق مختلفة لصناعة الفرص، ولا يوجد ما يمكن قوله عن ما صنعناه اليوم. لسوء الحظ لم نتمكن من الابتعاد اكتر عن اليوفي، والان ينتظرنا الديربي وعلينا ان نرفع المستوى. موضوع الحظ ده يا جماعه امسكوا اعصابكم لانه مطول معانا شويه في الحلقه دي. ولما اتكلم عن مباراه روما فقال ان احنا لازم نقدم افضل ما لدينا، احنا فريقنا موهوب وعلينا ان نهتم بالعديد من الامور. انا متاكد من انه سيكون لدينا افضليه وعلينا ان نعمل دفاعيا وهجوميا. يا رب. لما اتسأل بقى عن رافائيل لياو قال انه يجب على رافائيل لياو ان يتعلم اداره الضغوط. شوف مين اللي بيتكلم. لأنه لاعب متفوق مقارنة بغيره، عليه أن يفهم قيمة النقد. واتكلم على أنه هيجهز للمباريات اللي جاية، وبعد كده هنشوف المستقبل هيقول لنا إيه. الإنتر صحيح هيكسب السكوديتو، لكن إحنا هنعمل كل شيء علشان نكسب الديربي. الهدف هو القيام بكل شيء للفوز بالمباراتين المقبلتين، ومستقبلنا يعتمد على أدائنا. وكافور بقى كان له تصريح بعد مباراة ساسولو لذيذ قوي. بيقول لك إيه؟ بيقول لك علمنا مسبقا أن مواجهة ساسولو لن تكون سهلة. ودي عرفتها لوحدك ده اخويا، ولا حد قالها لك، ولا كنت بتتفرج على اللايف بتاعنا يوم الجمعه اللي فات؟ بعد كده بيكمل وبيقول لك لم نبلي بلاء حسنا في الشوط الاول، سنحلل الاخطاء لكي نتحسن. يا اوكافور يا اخويا، انا بسمع الجمله دي من بدايه الموسم، لا احنا حللنا ولا احنا اتحسنا. واخر حاجه معانا في الفقره المتنوعه دي انه فورلاني اتسال على انه في لغط كبير جدا على مين اللي بيتخذ القرارات داخل الميلان، هل هو ابراهيموفيتش؟ فالراجل رد وقال لازم نبقى عارفين انه كاردينالي هو الامر الناهي داخل الميلان، كاردينالي هو مالك الميلان.
هناك مجموعة عمل تحت كاردينالي وهي زلاتان الراجل بيقدم أداءات كويسة خارج الملعب، والراجل ذكي ومؤثر. العمل الرياضي يتألف من إبرة ومنكادة وأنا والجميع يساهم بتحسين الفريق. إنما عجبني قوي إن فورلان حب يقفل الموضوع كده، اللي هو يا جماعة كاردينالي هو اللي بيعمل كل حاجة. يا معلم إذا كان كاردينالي نفسه هو اللي فوض زلاتان بالمهام دي في لقاء قدام الناس كلها. بس ده يدخلنا للنقطة الثانية والفقرة الثانية في حلقتنا، وهي فقرة مستقبل بيولي. هو الموضوع مخبلنا ايه الفترة الجاية؟ فبيقول لك بص، دي لورينتس بيحاول بقدر الامكان ان هو يهد نادي نابولي قدر المستطاع، هو بيعمل كل مجهوده عشان يهد نابولي. فالراجل بيقول لك انه هو في انتظار اقالة بيولي بفارغ الصبر من الميلان علشان يتفاوض معاه انه يجي يدرب نابولي. الراجل بيقول لك انه هو بمجرد اقالة بيولي سيجلس معه على الطاولة للتفاوض. اللهم وفق البهايم يا رب. ولكن طبعا مش بيولي بس، لانه هو حاليا دي لورينتس بيتفاوض بشكل كبير مع كونتي، وبيحاول تقريبا يقدم له كل العروض الممكنه لدرجه انه وصل ل 8 مليون يورو سنويا ويبقى اعلى مرتب في ايطاليا. وحتى الان كونتي رافض، وبرضه نابولي بيفكر في ايطاليانو. انما بالنسبه لدي لورينتس لو قدامه ايطاليانو وبيولي هيختار بيولي. طيب دلوقتي انطونيو كونتي عمال يرفض عروض نابولي، هل هيجي الميلان؟ والله الاخبار متضاربه جدا. في اخبار بتقول لك انه لا، فرصه ان كونتي يدرب الميلان قليله جدا، وفي اخبار تانية بتقول لك لا، ده كونتي هو اللي هيكون مدرب الميلان الموسم الجاي. كل شيء تم والاتفاق تم سواء على المرتب او مده العقد، وحاليا بيقوموا بعمليه دراسه المشروع وبيحطوا الخطه اللي هيشتغلوا عليها، ولكن طبعا لسه الاعلان الرسمي ما تمش. طيب ايه اللي معطل موضوع كونتي لغايه دلوقتي رغم ان احنا لينا شهور بنسمع عن الاخبار دي؟ وبرضه في نفس الوقت ليه كونتي عمال يرفض نابولي؟ فالفكره كلها ان في اخبار بتتكلم على انه فورلاني هو اللي كان معطل موضوع كونتي ومش عايزه ان هو يتم، وكونتي عمال يرفض نابولي لانه شايف انه مرحله تدريب نابولي هي خطوه للوراء. كونتي حاليا حابب قوي ان هو يدرب الميلان ومبسوط جدا بالحاله اللي موجوده في الميلان، وجود زلاتان، حاله الجمهور، شايف ان هو لو جه درب الميلان دلوقتي هيقدر يحقق مع الميلان نجاح. ولكن من ضمن الاسماء اللي لفتت نظر الاداره في الفتره الاخيره ماركو روزا هو مدرب نادي لايبزيج. قال لك لغايه دلوقتي مفيش اي مفاوضات اتفتحت مع المدرب، انما هو لافت انظار الاداره بشكل كبير. طب ايه موضوع لوبيتيجي ده؟ فبيقول لك انه الميلان كان فتح فعلا مفاوضات مع لوبيتيجي ولكن في الاخر ما اتفقوش. طب بس ثانيه واحده لازم نسال سؤال هنا، يعني ايه اللي خلى الاخبار دي كلها تطلع؟ مش كنا يا جماعه من اسبوع او 10 ايام بنتكلم على انه بقاء بيولي ده كده واحتمال يتجدد له كمان؟ ايه اللي حصل؟ فلاكازيتا بتقول لك بعض الاسباب. قال لك ان اولا دفاع الميلان حاليا هو 9 اقوى دفاع في الدوري الايطالي، 9 اقوى دفاع. انت متخيل الرقم؟ مش حلو خالص. الى جانب ان هو بيتكلم على انه الميلان رابع اسوأ دفاع خارج ملعبه، يعني تخيل انه الميلان بره ملعبه رابع اسوأ دفاع. طب مين الثلاثه اللي قبلنا؟ الثلاثه اللي بيهبطوا. يا ابو سوسو. الى جانب ان لاكازيتا بتكمل وبتقول لك انه في حاله ان الميلان ما قدرش يصعد على حساب روما في دور الثمانيه في الدوري الاوروبي، فبالتالي هيكون الموسم الحالي شكله كالاتي: هينتهي الموسم واحنا عاملين فرق كبير جدا ما بيننا وما بين الانتر متصدر الدوري. طبعا طلعنا من الشامبيونز ليج، طلعنا من ربع نهائي الكاس، طلعنا من ربع نهائي الدوري الاوروبي، الى جانب ان احنا حتى التاهل لكاس العالم للانديه 2025 ما عرفناش نعمله. وطبعا ده يبقى فشل رهيب جدا لهذا الموسم، فوقتها لازم هيتم اقاله بيولي. يا بوح ساعتك بتكلمني؟ انما سكاي سبورت كانت عماله تتكلم على فكره انه بيولي محدش واقف جنبه. اول لما الفريق يقع واول لما الفريق يعمل نتيجه سلبيه محدش من الاداره بيطلع ويدافع عنه. وهنا فورلاني قال لك ايه ده يا جماعه، هو محدش هيتدخل؟ وما لقيتش كلب اتدخل فاتدخلت انا. وطلع فورلاني وقال لك من المبكر جدا تصدير احكام، فلننتظر هذا الشهر. قال لك نبدا كل موسم بهدف تحقيق الالقاب، وواجبنا منح المدرب اكتر فريق تنافسي ممكن. ندمنا على الخروج من الشامبيونز ليج بسبب سوء الحظ ضد نيوكاسل وكثره الاصابات ضد دورتموند. مستر لاكي، انا بالنسبه لي فورلاني هسميه من هنا ورايح مستر لاكي، سيد الحظ عند القدماء المصريين. ولما اتسال عن بيولي فقال لك لماذا هو دائما تحت المجهر؟ ها قولوا لي ليه هو دايما تحت المجهر؟ عند اي خساره او تعثر يبدا انتقاد المدرب. قبل بيولي حسنا هذا الموسم وتركيزنا منصب على نهايه الموسم.
بيولي شخص رائع، يعني انا مش عارف والله هو متقدم لبنتك؟ طيب ما احنا مش عريس جاي لك، هو ده مدرب يا معلم. المهم قال لك بيولي شخص رائع، انسجم بالعمل معه ونحن محظوظون بالعمل معه. الله ينور عليك يا مستر لاكي. انما في بعض الصحفيين بدا يقول لك ايه، انه لا بحسب معلوماتنا كده كاردينالي خد قرار اقاله بيولي نهايه الموسم. واقول لك على حاجه، بيولي قال تصريح تقريبا هو عارف حاجه زي كده، لانه لما اتكلم على انه المباراتين القادمتين ستحدد مستقبلك، فالراجل رد قال لك بالنسبه لي لا شيء يتغير على مستوى العقليه الاحترافيه، المباراه التاليه التي استعد لها هي الاهم دائما، مستقبلي سيتحدد في نهايه الموسم. واضح كده يا عم بيولي ان انت عارف ان بعد نهايه الموسم هنقعد وهنتحاسب، واعتقد ان ده اكبر تلميح للنقطه اللي كنا بنتكلم عليها طول الموسم، انه كاردينالي هيديله فرصه طول الموسم وفي اخر الموسم هيحاسبه. انما بمناسبه كاردينالي في خبر كده انا ما فهمتوش بصراحه، قال لك زلاتان تلقى تفويضا من المالك كاردينالي لتحقيق النجمه الثانيه للميلان في 2025. يعني ايه؟ طب يا ستوب ايه يا ولكن ما علينا، مش مهم ده دلوقتي. احنا عندنا دلوقتي حاجة مهمة جدا وهي مباراة روما. التحضير لمباراة روما ماشي ازاي؟ اولا تم تعيين الحكم مارشينياك ان هو يكون حكم المباراة، وده حكم من الحكام المفروض ان هو من الحكام القوية في اوروبا، فنتمنى ان المباراة دي ما يكونش فيها اي عك تحكيمي. تاني حاجة معانا مايك مينيو يا جماعة، رجع يتمرن عادي جدا، مفيش اي حاجة عشان محدش يقلق من غيابه. انما سيمون كيير هيغيب المباراة اللي جاية والمباراة اللي بعدها، مباراة روما والانتر، هيغيبهم علشان عنده مشاكل في الفخذ الايسر. ولكن اطمنوا يا جماعة، بوبيجا رجع يتمرن تاني مع الفريق. هذا النكره انت قاعد من اسيوط يلا ولا من فين يلا؟ ايه ده انتوا قلقتوا اكتر؟ انا اسف. توتو سبورت بتتكلم على انه بعد ماتش ساسولو كان واضح جدا ان تفكير بيولي منصب على مواجهه روما فقط، سواء مواجهه الذهاب او مواجهه العوده، فهو ما كانش مركز في مباراه ساسولو. امال هيعمل ايه الاسبوع ده وهو عنده روما بعدها الانتر؟ ده روما بعدها ساسولو كان بيعك، ما بالك روما وبعدها الانتر وبعدها اليوفي. انما لاكازيتا بتقول لك ايه؟ بتقول لك ضد روما في السانسيرو كرر ميلان نفس الاخطاء التكتيكيه والفنيه. الله يبارك لك يا اخويا. وحاليا بدات تعلى بعض الاخبار اللي ليها علاقه بتغيير كده في شكل الميلان خلال المباراه الجايه. الكلام بيتكلم على انه تشوكويزي احتمال يكون له دور اساسي في المباراه دي. طبعا الصحافه دلوقتي بدات تعلي اسم تشوكويزي وتتكلم عنه بشكل كويس، الواد بصراحه الماتشات الاخيره بيأدي اداءات حلوه، بس في الحقيقه دلوقتي بيقول لك انه بيولي ممكن يعمل تغيير قدام روما في الماتش الجاي. التغيير هيبقى حاجه من اتنين، يا اما ان تشوكويزي يلعب جناح يمين وبولوزيتش هو اللي يلعب صانع لعب وتشيك يقعد على الدكه، يا اما ان هو يلعب 4-4-2 ويبدا بجيرو ويوفيتش وبولوزيتش ناحيه اليمين ولياو ناحيه الشمال. هنشوف لسه الموضوع هيمشي ازاي، ولكن بصراحه الواحد يتمنى من كل قلبه ان مباراة روما دي تعدي على خير. وفي النهاية حابب اعرف رأيك انت في كل الاخبار اللي احنا اتكلمنا فيها، وحابب اعرف رأيك تحديدا في فكرة تغيير التشكيلة امام روما في الماتش الجاي، وانه نعمل فكرة جديدة، سواء ان بولوزيتش يلعب كصانع لعب ما اتعملتش طول الموسم الا مرة واحدة، او فكرة ان احنا نبدأ الماتش اصلا بال4-4-2 ما افتكرش ان احنا عملناها في ولا مباراة خلال الموسم. فمستني اعرف رأيك تحت في الكومنتات، وما تنساش قبل نهاية الحلقة ان انت تدعمنا في حلقة النهاردة باللايك والكومنت والشير والسبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس، ويا سلام لو وصلتنا ل1000 لايك هكون شاكر ليك جدا. وفي النهاية بتمنى من كل قلبي رجاء لا تنسوا الدعاء لأهلنا وأخواتنا وحبايبنا المحتاجين لدعواتنا، سواء كانوا في السودان أو في سوريا أو في لبنان أو اليمن أو طبعا في فلسطين. رجاء لا تنسوهم في دعواتكم. وبس كده، اشوفكم في حلقات جاية كتير وفي لايفات جاية كتير. سلام.